الشباب يطلعوا بالزاوية وزحف. ينتظر أميرهم أبو محمد اتصالا باللاسلكي للاطلاع على الوضع في الجانب الآخر. يقتسمون ما قل من زادهم مع هذا الغريب الذي خلف وراءه أهلا وذرية في تونس. هذه السردينة وهذه الشامية والخبز والسلامي. يا معلم يا معلم. وانت طاير ها؟ وانت طاير خذني وانت طاير. ما تلقى في حد راسك. محمود تاخذ قدمة. وين محمود؟ إذا لقيت ورقة خبز دزلة بما انك عملته. هذا لما ضرب علينا شويه. ابو منذر عبد الحق. نعم. ابو منذر تعرف ابو منذر؟ لا انا عبد الحق التونسي او ابا زيد التونسي. ابو زيد التونسي. نعم. كيف تصف الوضع الان في يعني صلاح الدين في سيف الدوله؟ نحن في سيف الدوله. زي الاوضاع كلهم زي بعض يعني. والله العظيم يعني شيء عجيب. شيء عجيب يعني. عمري ما شفت انه جنود الطاغوت هذا بالعدو يقتل الناس مدنيين نساء اطفال. شو سوى لك؟ شوف ماذا فعلوا لك؟ سبحان الله. لو احنا رحنا بيدخل في يدهم البيوت بيسرق ويغتصب. فهمت علي شنو؟ احنا كل ما نرى مدني يقولوا انت تريد ان تجد ازلس. بس النساء خذهم لبعيد والاطفال خذهم لبعيد. لانهم يقتلونهم ليس يعني امور يعني عسكريه وهيك يعني ولدان، بس هم امور طائفيه، عندهم في اعتقادهم طائفي. كيف اعتقاد طائفي؟ هم عندهم اعتقاد طائفي. وزيد التونسي انهم يكرهون السنه. فهمت علي؟ نعم. يحسبون انهم هم الاكابر وهم يعني هم الاقرب الى الله وما بعرف يعني. فهمت علي شنو؟ لا يحترمون اي دين اخر. نعم. أشرت لي البارحة بأنه يكثرون القتل حتى يخرج هذا المهدي المنتظر بتاعهم أو كذا. يكثرون القتل في أهل السنة. هذه خرافات. فهمت؟ هذه خرافات من تابع شيوخهم وفتاوي يعني ما أنزل الله بها من سلطان. فهمت علي؟ يعني خرافات. فهمتي؟ زي القصص اللي نتحدثها يعني زي الساحرة وفعلت هيك وفعلت هيك. هات مي. جزاك الله خيرا. إن شاء الله. في ظل عمليات القصف الموجهة يكتشف المقاتلون عميلا إلكترونيا للنظام من صنف آخر.